ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. النهارده جاي اتكلم معاكم شويه عن ماتش الزمالك والاتحاد السكندري، وحابب اتكلم شويه عن حاجه بسيطه جدا كده عن ماتش الاهلي والوداد في نهائي دوري ابطال افريقيا. خلينا نبدا الاول بماتش الاهلي والوداد. هنتكلم طبعا، انا عندي بس نقطه صغيره جدا في فكره ان كولر، ما دي من وجهه نظري، انا كنت شايف ان هو كان المفروض يلعب بالثلاثه بتوع نص الملعب، مش يلعب باتنين. بس بالعكس، فكرة ان هو كان هيزود واحد منهم كمان زيادة على نص الملعب. تاني حاجة، المشكلة بالنسبة لي التانية اللي كنت شايفها مش احسن حاجة، ان هو طلع الشحات. الراجل كان عامل جيم عالي جدا، معرفش هو اخرجه ليه. الراجل كان قدامه انه كان ممكن كمان يزود لك عدد الاهداف اكتر. حتى هو كان طالع متعصب جدا من الماتش. ولكن جون الوداد طبعا هيعمل لك مشاكل هناك بنسبة كبيرة. طبعا انت هتبقى هتلعب في ملعب، انت عارف الدنيا. المركب الخامس صعب جدا، شماريخ، اجواء كوره، دي اللي نقدر نقول عليها. فهيبقى ماتش صعب جدا على الاهلي، بس ان شاء الله الدنيا تبقى مباراه حلوه فيها كوره. دي اهم حاجه، ده اللي يناسبنا عامه، وده اللي احنا عايزين نشوفه بشكل عام. مين يكسب مين يخسر دي مش بتاعتي، اهم حاجه نشوف ماتش كوره حلو. طيب بشكل عام بقى، نرجع لماتش الزمالك النهارده. الزمالك برضو نفس الريتم الاساسي، 3 يعني 3-4-3، 3-2-4-1، 4-1 4-1، على حسب هو كان بيلعبها ازاي. بس عامة هي نفس الخطة اللي هو خلاص سوري بدأ يلعب بيها، مع طبعا مشتقاتها اللي لسه كنت بتكلم عنها. الفكرة بقى الحلوة في سوريو في الفترة دي، ان هو شافها في زيزو، خلى زيزو دايما عنده لا مركزية، هو وابراهيم نضاي. فالاتنين بقوا كل شوية، الفكرة كلها ان هو مديهم حرية. فالرجالة واحد فيهم بقى دايما بيروح يسند الناحية التانية مع مصطفى، والتاني برضه بيروح يسند الناحية التانية آه مع نيمار. النهارده برضه حابب اشيد بنيمار، وحابب اشيد بزيزو. النهارده مستواهم احسن بكتير، الناس لا فارقه جدا 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 عن الفتره اللي فاتت. جايين النهارده برضه مستوى نضاي اقل من العادي بصراحه. الجزيري شويه فوق شويه تحت في الماتش. طبعا محدش ولا حرج على الباكات، مش عايز اتكلم عليهم بشكل عام، لان هي دي مشكله الزمالك من اول الدوري لحد دلوقتي. ده يمكن بسبب ان انت دلوقتي في المركز الرابع. اتمنى ان الفتره الجايه، انا متاكد ان هيبقى في تغييرات كتير قوي في الباكات الفتره الجايه عامه بشكل عام بعد عوده محمود علاء. خليني برضه اقول لك نقطتين كده انا ما شفتهمش كويسين جدا. طبعا في حته الاول، لازم انك خلقت وظيفه جديده عامه لفتوح في نص الملعب، الراجل برضه بيأدي فيها. بس انت كنت بتعمل حركه لطيفه جدا في حته ان انت لما يبقى عليك الكوره والكوره بترد، وتقدر بترجع فتوح يرجع تاني يغطي ورا خامس مع الباكات بشكل عام فبتقفل يعني الباكات لما بتبقاش معاك الكوره او الكوره عليك. ولما بتطلع هو بيزيد في نص الملعب، فبيديك حل كمان زياده، وده اللي جاب منه الجون اللي ما اتحسبش، اللي بصراحه ماتش كان جون حلو جدا جدا جدا. طيب خلينا كده بقى نتكلم الاول النهارده على تبديلات اسوريو. وانا شايف ان في تبديل منه متاخر جدا، اللي هو تبديل سيف فاروق جعفر. كان المفروض ينزل بدري شويه، انت مديله بالظبط 10 دقايق. الراجل لا، كان عايز على الاقل ربع ساعه، تلت ساعه. ناصر منسي كان المفروض برضه ينزل من بدري شويه مكان الجزيري كان واضح ان هو خلاص استهلك. عندك مشكله بقى في فكره محمد طارق مع المسلوسي. مسلوسي الافضل ان هو يبقى باك يمين، دي وجهة نظري. حته انه بيلعب سيرد باك، ممكن يلعب سيرد باك، بس سيرد باك تالت متطرف، مش سنتر. هو النهارده كان بيلعب يعتبر سنتر مع حسام عبد المجيد. لما كنت بتلعب ثلاثة فهو كان هو اللي بيبقى في الألف، دي كانت بالنسبة لي مش أفضل حاجة. حسام عبد المجيد طبعا أي حد خده في ظهره خلاص مش هيجيبه لو مين، فالموضوع كان بيبقى صعب جدا. طيب خلينا زي ما قلت لك بقى نشوف بقى فكرة التبديلات. انا قلت لك على الاثنين اللي اتبدلوا. انا مش فاكر هل في حد تاني اتبدل ولا لا بشكل عام، بس انا يعني اللي انا فاكرهم لحد دلوقتي هما الاثنين دول. ده كان تعليقي عليهم. الراجل بيوديك كتير جدا. عندك مشكله جدا يا جماعه في فكره الفينش بتاع الكوره. في كور كتير جدا كان الزمالك ممكن يفنش احسن من كده. ممكن تخلص الماتش ده النهارده، فرقه قدامك مستسلمه، كنت ممكن تخلص الماتش ده بشكل عام 4-5 مرتاح من الشوط الاول. ابراهيم رمضاني سيء، كان المفروض يطلع من بدري، يتسحب شويه من بدري. آه، اتمنى طبعا كنت لسه افتكرت بقيه التبديلات. عندك الاثنين الباكات اللي نزلوا، الزناري
وعبد الغني. الزناري انا من رايي ان ممكن تصبر عليه شويه، تشوفه اكتر، تشوف هو هيقدر يديك ولا لا. ممكن تديله ماتش في التاني كمان، يعني هو اخر 5 ماتشات ممكن تحاول تديله. عبد الغني يا جماعه لا، الموضوع راجل بعيد قوي. مش عارف هل ممكن تسيبه وهيبقى الموسم الجاي وتشوفه بعد بدايه الموسم لان الفرقه كلها كيرفها واقع، ولا بس هو الراجل ما ادكش اي حاجه من اول الموسم لحد دلوقتي. ما اداش خالص، يعني ما فيش حتى ماتش واحد حتى. فاتمنى، هو الراجل طبعا معاه قماشه واقعه، مش كلها طبعا بس جزء منها كبير قوي واقع. فاما نشوف السنه الجايه راجل الناس اللي هتجيله ايه، الاشكال، الاختيارات، الحاجات دي كلها، توظيف، شوف بقى توظيفات اللعيبه كمان الجديده على توظيفات اللعيبه اللي هتبقى موجوده، كل الكلام ده لسه هيبان. طيب خليني اقول لك بقى اخر حاجه بالنسبه لي في ماتش الزمالك النهارده، هي فكره زي ما قلت لك ان الراجل بيوصلك كتير وانت الفينش عندك وحش. لعيبه الزمالك عندها مشكله يا جماعه من زمان جدا بتكلم عليها، هي ان انت ما بتضغطش، دايما بتحلق. لعيبه الزمالك كلها النهارده حتى الجون اللي جه هو تحليق وغلطه من المسلوسي. مسلوسي لما طلع هنا في الجزء ده انت رجعت السرد باكين ورجعت معاهم الباكين اللي هو بقى نيمار يعتبر بيرجع الدافع، او فتوح لو رجع يعني عامه، بس هو كان فتوح هو اللي كان بيدافع في الكوره دي، والناحيه التانيه كان محمد طارق. تمام، فانت طلعت المسلوسي نص ملعب في الكوره دي، فالمفروض هو طالع بيغطي مع مين؟ مع دونجا، فدونجا راح هو والمسلوسي مع اللعيب اللي كان هناك، انا مش فاكر هو كان مين. تمام، فالمفروض خلاص هو لقى دونجا خلاص بقى مع اللعيب وهو اللي بقى ماسكه، فالمفروض انا برجع. هو اتاخر في الرجعه وفضل محل على فكره ان الكوره ممكن تترد فانا الحق اخدها وابدا هجمه جديده، فالكوره اتباصت، فالحته اللي هي قلب الملعب ده بقى فضي، ما بقاش موجود، ما بقاش في حد في قلب الملعب، فالكوره راحت، هو راجل شاطها فيها توفيق طبعا ان الكوره عملت سكرو ولفت راحت في الجون. فدي غلطه هنا من النقطه دي من المسلوسي. هو بدأ يعالج النقطة دي لما نزل بقى سيف فاروق، بس انا كنت شايف ان توظيفه ان هو بيلعبه فيرو التاني يعني، او هو نص ملعب بس في الكوره ما تبقى معايا بتطلع فيرو التاني، فالطبيعي ان هو مش هيلحق يرجع يغطي مع الناس اللي ورا. بشكل عام بدأت تبان بصمات أصوله زي ما قلت لكم من الأول، أنا الراجل ده متفائل بيه حتى بغض النظر عن إن أنت بيخش فيك جوان أوقات بتخسر أوقات بتتعادل، بس الراجل اللي عنده قماشة مش أحسن حاجة، فبالقماشة دي بيلعب كورة بيوصلك كتير جدا. انت النهارده وصلت كتير جدا 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 على الجون، للأسف الفينش بتاع لعيبه الزمالك. ونفسي في لعيبه الزمالك، هي النقطه دي اهم حاجه عندي، لعيبه الزمالك نفسي تكون عندها عنفوان شويه كده. يعني بتفرج امبارح على ماتش الاهلي والوداد، الفرقتين الاثنين اللعيبه، بص هنا الشحات وهو طالع بيزعق ومتنرفز، ولعيبه الاهلي كلها بتتنرفز وفي غل في الملعب. الناحيه التانيه كمان غل بعد ما جابوا الجون برده في غل، مش عايز يخسر. 2-1 انا عايز اطلع بالنتيجه دي، النتيجه دي هتنفعني هناك، انا هطلع كده. فالفرقتين في حماس، في ضغط، في لعب، في رجوله. ما بقولش ان في خشونه و... واحتكاكات عنيفه، لا، بس انا عايزك تبقى عندك خشونه شويه. يعني النهارده اللي عجبني اكتر واحد كحرقه النهارده على الفرقه هو فتوح، بغض النظر ان هو متنرفز زياده عن اللزوم ولازم يهدي نفسه شويه، بس لا الراجل هو ده الصح يا جماعه، ان انا لازم اضغط، لازم اروح، لازم ابقى ناشف شويه على الفرقه اللي قدامي، لازم لما اشوف الفرقه كمان اللي قدامي ما ادخلهاش معايا بقى الماتش. يعني انت اصلا النهارده 2-0 كنت ممكن تنهي بالثالث وتقفل الباب من بدري وتريح نفسك، والفرقه اصلا مستسلمه لك من الاول، رحت انت بقى لا ازاي ما ينفعش، اروح مدخل الفرقه معايا. لعيبه الزمالك ده عيبها بتدخل الفرقه اللي معاها اللعيب يعني الفرقه اللي معاها الجيم بالجون. كوره سهله جدا، كوره ميته، كوره ما فيش اي حاجه، المفروض اوقف انا واقف متمركز صح، كوره هتاخد هقطع هاخدها سلم لقدام خلص الكلام. دايما بتدخل الفرقه، خلي بالك هي كمان حتى لو انت يعني عامه واقف غلط ودخل فيك جون، طول ما انت بتجيب تمام مش مشكله فكره انك يجي فيك اجوان، بس اهم حاجه ان انت تكون ايه بتعوض، ما يكونش الدنيا كلها ان انت جه في الجون انت مفيش. ولعيبه الزمالك حسيتها من الدقيقه حاجه و70 75 تقريبا عادي جدا بالنسبه لها، قشطه انا خلاص انا استكفيت 2-1 وعايز اقف على كده وتمام. حتى تقريبا اسوريو حس بيها فبدا ينزل الباكات فكره ان هو يقفل ورا، بس ده ما ينفعش يا جماعه. لعيبه الزمالك بتتضرب بالكوره، او الجزء الدفاعي بتاع الزمالك، سيستم منظومه الزمالك الدفاعيه بتتضرب بالكوره 1-2 ويروح على الجون. فلا اللعيبه بتتفرج في كوره، انا شفت لعيبه بتتفرج، يعني في كوره ناصر منسي ورا هي الكوره اتلعبت فناصر منسي طلع بدماغه فوقع، فالكوره الناس ده بندين كده ومفيش حد، اللعيب بتاع الاتحاد ولا قريب، اللعيب بتاعك مش عايز يروح له، هو فاضل واقف ثابت. معرفش هل بدا يعني سوري هو اللي قايل له اقف، بس حتى لو وقف الكوره زي دي لازم اطلع حتى اشترك معاه اضايقه وارجع تاني مركزي. اتمنى ان الحاجات دي تتعالج، الراجل بيعالج حاجات. الفرقه بدات تشد حيلها، بدا يبقى في كوره. اتمنى الفتره الجايه يبقى في يعني ضغط اكتر على الفرقه اللي قدامك. النهارده عجبني جدا فكره ان انت كنت بتضغط على في الشوط الاول انك بتضغط على الفرقه
وبتغلط الجون، والجون غلط اكتر من مره وغلطت الباكات اكتر من مره. فدي عجبتني من اسوريو جدا، انك انت نازل عايز تكسب، انت طول الماتش بتضغط، بس جيت في الاخر لقيتك رجعت ورا ما اعرفش ليه. و2 1 ما تقلقش يعني. نفسي الزمالك الاقيه بقى لي فتره، هي يا اما 1-0 يا اما 2-1 يا اما دايما فرق واحد يعني. مفيش فكره انك انت تزود بقى 2 3، مفيش غير الماتش اللي فات بس. كان انا نفسي ان الزمالك يزود شويه، ان يبقى بتريح انت نفسك وتريح لعيبتك وبترتاح. اتمنى اشوف الفتره الجايه الحاجات دي تبقى موجوده. الراجل شغال، الراجل زي ما قلت لكم انا متفائل بيه. وبس كده، شوفوا الشوك على خير ويلا سلام.